السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ وحشتوني حبايب قلبي. وعدنا إليكم من جديد في أنمي كلاب الأدب الضالة، أو كما يقولون عنه بونجو ستري دوغز، الموسم الرابع. وبدون أي تأخير دعونا نبدأ بالحلقة الثانية. بدأ العرض بالفعل، وطبعا رامبو ما كانش طايق يتفرج على العرض ده وإنه ممل، وكان فوكوزاوا على الناحية الثانية بيدور وبيحاول يعرف مين اللي هيقتل الممثلين. استراحة العرض جت، لكن كل ده بنتفاجئ بمعرفة ان رامبو ما كانش يعرف اصلا انه عنده موهبة الاستنتاج الفائق دي، وكان فاكر ان الناس كلها عندها القدرة دي والناس كلها هي الاذكياء وهو عادي. المهم فوكوزاوا اداله نظارة اللي هو بيستخدمها لحد دلوقتي، اللي هو بيتخيل ان عنده قدرة كده بتشتغل علشان يعرف يسيطر عليه. اللحظة دي اعترف رامبو بانه افضل محقق في العالم، ويستكملوا العرض وفي نصه كده بيتم قتل واحد من الممثلين اثناء تمثيله بداخل العرض يا صديقي. وبدأ رامبو في حل القضية امام الجميع على المسرح، وان اول حاجه ظنها الناس ان كان في واحد من الجمهور مشي في النص العرض، وظنوا كلهم ان هو القاتل. واتضح ان الراجل ده كان اصلا مربوط خلف الكواليس يا صديقي. واتضح اصلا ان الممثل اللي اتقتل ده ما ماتش، وان هو القاتل او المحرض على القتل من الاساس. البوليس جه بقى مسكوا الممثل ده، وبعديها راح رامبو مع واحد شرطي كده المفروض لمقر الشرطه يا صديقي علشان يكتبوا التقرير مع بعض، وبالفعل راح معاه. ولكن فوكوزاوا واقف في المكان، جه واحد بيجري كده وقال له لفوكوزاوا ان كاتب المسرحيه كمان اتقتل. وبكده يا صديقي الحلقه الثانيه خلصت يا صديقي. دوس بقى المربع اللي ظهر لك ده يا صديقي علشان تظهر لك الحلقه الجديده وقت كده. يلا بينا.